انت تعرف ان حلوان من اقدم واهم المدن المصريه الجميله اللي بتطل على نهر النيل؟ طبعا هتقولي هي دي كمان هتعمل لها مثل. لا وحياتك يا اخويا، ده انا جاي اقول لك هي ليه حلوان اتسمت بالاسم ده. عايز تعرف؟ هقول لك، بس علشان اقول لك شمع الفتله وتعالى احكي لك. شوف يا بيبي، مدينه حلوان دي في الاساس كانت مدينه فرعونيه، وكان موجود فيها اول سد مائي في التاريخ، وتحديدا في منطقة وادي حوف. لكن للأسف إنها اختفت مع تطور الأزمنة والعصور لحد ما جه والي مصر عبد العزيز بن مروان في عهد الدولة الأموية وأحياها مرة تانية. فبعد فترة من الزمن مشي عبد العزيز بن مروان من الفسطاط، واللي كانت العاصمة في الوقت ده، وبعدها اتجه لمنطقة الجنوب بسبب ان الاوبئه كانت بدات تنتشر بشكل كبير جدا في الفسطاط. وبعد ما شاف مدينه حلوان عجبته جدا وقال ايه الروعه والجمال ده، انا ازاي ما جاش في بالي اخلي حلوان العاصمه. فما كدبش خبر وخلاها عاصمه مؤقته لولايه مصر، وبدا انه يبني ويعمر فيها قصور كتير جدا ويزرع شجر وبساتين كتيره بشكل لا يوصف. لكن يا فرحه ما تمت، خدها الغراب وطار. الراجل راح يزرع ويبني من هنا، وهوب فجأة اتوفى في حلوان من هنا. وبعد ما توفى تم نقله فورا لمدينة الفسطاط عن طريق نهر النيل. وبالمناسبة هو ولد ابنه أمير المؤمنين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز برضه في حلوان. وبعد وفاته مع مرور الزمن والعصور اختفت برضه حلوان الأموية. أنا مش عارفة هي حلوان دي مزعلاكوا في حاجة؟ إيه اللي رايح واللي جاي عمال يخفي فيها؟ ما علينا، خلينا أقول لك حاجة مهمة جدا. حلوان الحالية هي منطقة سكنية كبيرة جدا، وبتعتبر من أكبر ضواحي القاهرة بسبب مساحتها الشاسعة. وسبب شهرة حلوان الحالية هي إنها أكبر مركز صناعي في القاهرة، ومن أشهر مصانعها هو مصنع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت والمصانع الحربية. وفي سنة 2008 حولوها لمحافظة مستقلة عن القاهرة. لكن بعد ثورة 25 يناير في 2011 صدر قرار من مجلس الوزراء بضمها للقاهرة مرة تانية. مش بقول لكم شكل حلوان مزعلهم في حاجة؟ يكونش فيها مصنع الكراسي ولا ايه؟ يا ستي ما تقولي بقى، هم سمموها كده ليه؟ قصدي سموها كده ليه؟ فيه ايه يا جماعة؟ فيه ايه؟ ما انا هقول اهو. بص يا سيدي، في ناس كتير اختلفت هي ليه حلوان اتسمت بالاسم ده، لكن كان في روايتين هم اكتر روايتين كانت الناس بتتداولهم. اول رواية كانت بتقول ان حلوان اتسمت بالاسم ده لان الاسم اطلق عليها من 7000 سنة، وكانت بتتسمى بعين آن، وبعد كده تحول اسمها الحلوان. وفي رواية تانية بتقول إن الملك عبد العزيز بن مروان لما كان والي على مصر واختار حلوان علشان يعيش فيها سماها باسم حلوان على نفس اسم مدينة الحلوان اللي موجودة في العراق. وده علشان المنطقتين بيتشابهوا في المناخ، لأن المنطقتين بيطلوا على نهر. وعلشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. وما كدبش اللي قال اللي بنى مصر كان حلواني. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، انهي روايه فيهم هي اقرب للواقع، وليه حلوان اتسمت بالاسم ده من وجهه نظرك. وما تنساش اللايك والشير، وتكتب لنا رايك في التعليقات عن الفيديو، لان رايك يهمنا. بس يا سيدي، وهو ده اصل الحدوته. كونوي.